لو شفت جريمة قتل وخايف تبلغ، قانون الإجراءات الجنائية الجديد عمل لك ميزة سحرية هتحميك. تعال أقول لك إزاي. كلنا بنسمع الجملة الشهيرة: أنا مالي يا عم، أنا ما شفتش حاجة، ما تدخلنيش في محاكم ومشاكل. والناس بتبقى مرعوبة من فكرة إن المتهم أو أهله يعرفوا اسمه وبياناته من ورق القضية. عشان كده قانون الإجراءات الجنائية الجديد عمل مواد كاملة ومخصصة لحماية الشاهد. يعني من دلوقتي تقدر تطلب من المحكمة أو النيابة إنها تخفي هويتك بالكامل، يعني اسمك وعنوانك وبياناتك الشخصية مش هتظهر أصلا في القضية، وهيتم كتابة اسم مستعار ليك. والتحقيق كمان ممكن يتم باستخدام التكنولوجيا الحديثة بحيث ما يربطش ما بين شكلك الحقيقي وشهادتك. الموضوع ما فيهوش هزار. القانون حط عقوبة الحبس والغرامة اللي بتوصل ل50,000 جنيه لأي حد يسرب أو يكشف عن الهوية الحقيقية للشاهد. كمان العقوبة دي ممكن تتحول للإعدام والسجن المؤبد لو التسريب ده اتسبب لا قدر الله في موت الشاهد. يعني القانون الجديد بيقفل عصر الخوف وفكرة أنا شفت بس مش هقدر أتكلم. وفي مكتبنا إحنا بندرس كل حرف في القوانين الجديدة عشان نكون السند القانوني الصح ليك. واوعى تنسى تسيب رأيك في كومنت وتعمل فولو وشير عشان الكل يعرف.